يلا باغا تردع ولدها حتى غتشوف فيها واحد السيده وما حملاتهاش. هذا السربايه وغتقول لها السيده هذه عيفاتني وما قدرتش ناكل، واش تقدر تجري عليها من هنا؟ غيدور عندها وغيقول لها لا لا، واش تقدري تستري راكي كتبرزي الكليان. غتقول ليه غادي نردع ولدي حيت كيبكي، ولكن المراه غتضغط عليه باش يجري عليها، وفي الاخر غادي يقول لها لا لا ممنوع هادشي وتقدري تمشي بحالاتك. هي غادا بحالها حتى غتوقف عليها سربايه اخرى وغتقول لها فين غادا. غتقول لها ممنوع ندير هادشي. غتقول لها لا قانونيا تقدري تدخلي تردعي ولدك بلا ما يهضر معك حتى شي واحد، واخا ما تكونيش كليان. انا غدور عند السربايه الاخر وغتقول ليه الا ما عجبكش الحال عيط للبوليس، وغتمشي ترجع لبلاصتها. ولكن المره الاخرى غادي يبقى فيها الحال وغادا تنوض وغتمشي تعطيه الفلوس وغتقول ليه خاصك تجري عليها. غيقول لها قانونيا ما نقدرش. غتقول ليه شحال كتشد هنايا؟ 100 دولار. اش غدير؟ غير عندك 300 دولار، ولا جريتي عليها غتولي 600. المهم طمعات لي السيد بالفلوس وغيقول لها واخا. غادي يمشي يوقف عليها عاوتاني يقول لها سمحي لي خاصك تمشي حيت الطابله هذه تريزيرفات. غتقول لها نمشي نبدل الطابله. غدور راسها غيبان لها كلشي الطابله تريزيرفا. يلا غتنوض غتمشي. غتجي عاوتاني السربايه وغتقول لها لا ها هي كاينه طابله حتى واحد ما باغيها، اجي جلسي هنايا. المراه غدور عنده غتقول لي غادي ندوبل لك هذاك الثمن. ما غيفكرش بزاف، غادي يهز التليفون ديالو وغادي يزيد في الصوت. الدري غادي يبكي بالصداع. غتقول ليه ينقص. غيقول لها تسنى كاين شي مشكل، وغيدير راسو بحال كينقص، ولكن هي مش دار كلشي. دات واحد الكيت غديرهم لولدها ديال الدراري الصغار باش ما يسمعوش الصداع. المراه غتفقص وغتشوف فيه عاوتاني وغتقول ليه التريبل دابا صافي خاصك تجري عليها. غادي يمشي عندها وغادي يتمسكن عليها وغيقول لها هذيك المراه الا ما مشيتيش غادا تخرج عليا وغادا تجري عليا من الخدمه. انا عندي وليدات وبغيت نوكلهم، ولا مشيت خرجت راكي عارفه الشوماج. ولكن عندي لك واحد الحل، اجي عندنا واحد الصاله اللي كبيره بزاف وتقدر ولدك على خاطرك. قالت ليه واخا وبغات تنوض تمشي معاه. هنايا حتى غتوقف عليه السربايه وغتقول لها فين غادا. اخر يغمز فيها وغتقول لها الصاله الكبيره هذيك الصاله غير ديال الناس في اي بي، شخصيات معروفه في المدينه. المراه غتسمع هادشي وغادي تجي عندها وغتقول لها تسني انا نعطيها الطابله ديالي وخليني انا نمشي لهذيك الصاله، وهذا السيد هذا مبينه ما مزيانش. وهي بغات تدور الصمت عليه، ولكن شويه حتى غيجي واحد السيد غادي يسلم على السيده ويقول لها كي دايره اختي. هنايا كلشي غيعرف بلي هاد السيده اختو، ولكن شكون هو مول هذا الريستورا. وغيقولوا ما شنو واقع. هنايا السربايه غتقول لي اشنو واقع واشنو كانوا كيديروا ليها باش ما تقدرش تردع ولدها هنايا. السربايه كان باغي يخرجها لبرا، قال لها اجي نمشي نديك لواحد الصاله كبيره وحنا ما عندنا حتى شي صاله اخرى. الباترون غيفهم كلشي وغيقول ليه ما كيشرفنيش تخدم معايا يلا اشتريه. وغيدور عند الكليان حتى هما وغيقول لهم عجبكم الحال مرحبا، ما عجبكمش الحال سيروا ما تبقاوش ترجعوا هنايا. وهذه تكون اختي ولا ماشي اختي، اي امراه بغات السر نعطيها طابله وتريح تردع ولدها على خاطرها. غتهزني في السماء وغتشريه بحالاتها، ولكن الزوج ديالها غادي يعتذر في بلاصتها. وملخص القصه يا اخوان، الله لا يسلط عليكم شي مراه بحال هذه، مراه متكبره وتقدر تاذيك في اي لحظه. اغلبيتهم كيكون عندهم واحد النقص في واحد الحاجه، داكشي علاش اغلبيه اللي كيكونوا لاباس عليهم كتلقاهم دايرين بحال هكا كيبغيو يأذيو زعما حنا اللي كاينين. سبحان الله تلاقيت مع منهم بزاف وتا واحد ما حملته حتى هما ما حملونيش. هما كيبغيو يلفتوا الانتباه وانا ما كنتسوقش ليهم. اغلبيه كتلقاهم دايرين بهم غير صحاب حاجتهم ولا حاسين الكابا. نتمنى تكون عجبتكم هذه القصه والقصص اللي كنشروا لكم على الصفحه. كان معكم خوكم هشام، الى قصه قادمه ان شاء الله.